السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنعمل دلوقتي النهاردة طريقة الرز المعمر. نجيب ان شاء الله كيلو ونص رز في صينية زي كده، وكيلو لبن، ونزوده شوية مية بحيث ان ميبقاش تقيل على المعدة. زي ما انتوا حضراتكم بيبقى تقيل على المعدة، الواحد بيتعب منه كده. لما نخف شوية مية على اللبن ونحطه مع الرز المعمر بيبقى حاجة يعني كويسة، بيخف على المعدة. حتى لو واحد كان بالليل ولا حاجة ما يتعبوش. وثانيا ما نجيب ربع كيلو زبدة صفرا أو زبدة بلدي اللي يكون موجود عندكم في البيت، وشوية ملح، رشين شوية بسيطة. والرز هنغسله في المية. ده الأساس، لازم يتغسل غسلة كويسة عشان الرز يطلع أبيض وحلو وكويس. دلوقتي تعالوا مع حضراتكم كده نغسل شوية الرز كده نجربه. السلام عليكم، رجعنا مرة تانية. غسلنا الرز غسلة كويسة. حضراتكم هنعمل الرز المعمر دلوقتي على الطريقة. وأولا هنجيب شوية شوية ملح صغيرين كده، ولازم نرشهم على وش الرز كده وهو مغسول، عشان يقولوا زي ما كان زمان بيقولوا اهالينا زمان يقولوا ده دي البركه في الاكل، بيطلع طعمه حلو. وان شاء الله يبقى طعمه حلو باذن الله. وثانيا هنجيب بقى قطعه اللي هي الربع كيلو. حسب ما بيكتر بتبقى احسن واحسن. يعني نجيب ربع كيلو كده زبده صفرا نقطعها كده. وفي ناس بتعملها بطريقه تانية، بس هي دي احسن طريقه، يعني بتدي طعم حلو كمان للرز المعمر. حضراتكم زي ما انتم شايفين كده، هناخد القالب كده نقطعه بالسكينة بحيث تقطع معانا كويس فيها على الرز كده. وناخد بقى قطعة كده نقطعها على على الرز المعمر من فوق كده، شرايح صغيرة كده كده اهوت. ولازما برضو اللبن هجيبه برضو، ولازما اغليه، لازم يتغلي على النار الاول، عشان حتى لما يجي بقى في السوا ما ياخدش معايا وقت كبير. وزي ما انا قلت لكم المقادير: كيلو ونص رز في صينيه، في صينيه وسط يعني، مقاية على على كيلو لبن. الكيلو لبن نزوده بشويه ميه عشان احنا قلنا ميبقاش تقيل على المعده، مع مع الزبده الصفرا. ونغليه كويس اللبن كويس. ونجيب الربع كيلو زبده الصفرا او زبده بلدي الموجوده، اللي بتدي طعم. وفي ناس بتعمل الرز معمر بزيت بلدي، بس انا ما برجحش بالزيت ده، ملوش طعم. ان مفيش احسن من الحاجه البلد زي ما بيقولوا. خليني بقطع كده على الرز، قطعة صغيرة عشان تبقى جاية معايا مظبوطة. وهتقولوا الطريقة يا شيف هنعمل تاني؟ أقول لكم خلص، أقول لكم أنا لازم الرز بيتعمل ازاي. مش بيتحط كده لبن على طول، لا، لازم الأول أعمل الرز مع الزبدة الصفراء أو الزبدة البلدي الموجودة يعني عند حضراتكم، ماشي. وأقوم راح مقلبهم على بعض تقليبة حلوة كده بإيدي طبعا. وبعد كده أقوم راح جاي في الآخر رش اللبن عليه من فوق كده، بحيث إن هو بعد ما يجي يستوي يتحط في الفرن يعمل وش اللي هو وش الرز المعمر زي حضرتك ما انتوا عارفين. أهم حاجة ناخد اللي هي الربع كيلو زبدة الصفراء، أو يقوم عادلها لما فوق، مثلا ربع كيلو، زيادة عن ربع كيلو. طول ما أنت بتزود الزبدة الصفراء يبقى أحسن وأحسن وأحسن. كده احنا كده خلصنا الزبدة الصفراء اهو. ناخد كمان حتة برضه بزيادة كده برضه، عشان تدي طعم برضه أحلى وأحلى وأحلى. وطبعا لا غنى عنه في أي بيت، بالذات الرز المعمر. وبعدين ناخدها كده تقليبة حلوة كده، عشان بحيث ان كل حاجة تاخد حقها من فوق من تحت كده. الرز كده يتقلب تقليبة حلوة. ونحط شوية مثلا شوية ملح كده يقولوا دي البركة. يعني لما خدناه من الناس بتوع زمان يقول لك أهم حاجة تحط الحاجة على شوية ملح، دي بيديها بركة في الحاجة وتطلع طعمها حلو كويس. وبعد كده أنا قلبت تقليبة حلوة زي ما انتوا شايفين كده. قوم راح مساوي، أهم حاجة أساوي الصينية، عشان لما تيجي تستوي تطلع حلوة، تطلع بوش حلوة ومتسوية كده.
زي ما انتوا حضراتكم زي ما انتوا شايفين كده. نقوم رايحين جايبين ايه اللبن المغلي زي ما انا قلت لكم، اقوم راح رشه عليه كده 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 ايه، بحيث ان انا ازودها على الاخر كده اهي. اقوم راح جايب شويه ميه بقى ايه، واخد الوش كله بشويه ميه ايه واحطهم عليه. ميه اهوت حطيتهم عليها برضو ايه كده، بس كده. وكده احنا ايه، دي صينيه حضراتكم بس شايفين، دي صينيه اللي اسمها صينيه الرز المعمر. لا غنى عن اي بيت لازم ايه ياكل رز المعمر ده بالذات، احسن من اي رز بصراحه. جربوا الطريقه والله العظيم تلاته هتكسبوا، هي مش وحشه، جميله جدا. انا عن نفسي بحب اكل على طول. وهنيجي بقى عند الفرن هنا عشان نسويها، وهنيجي نحطها في الفرن كده، وتاخد لها بتاع بالظبط يعني من تلت ساعة لنص ساعة في نار هادية ونار كويسة. بس أهم حاجة في التسوية، أنا لو تسوية بوتاجاز مع الفرن، أقوم رايح مثلا إيه مشغل هنا في الفرن أهم حاجة تحت تكون بدرجة نار وسط، ولا عالية ولا واطية، تبقى كويسة كده وتسوي براحتها. ولا ما اعرف ان هو الرز لما يتشرب من تحت كده يتشرب خالص، ابتدي بقى ايه، ابقى مثلا موطي سنه في تحت هنا في البوتاجاز، مش موطي سنه، وايه موطي ايه في الوسط برده فوق في الايه في في الشعله من فوق، بحيث انها ايه تبقى دي النار هاديه كويسه. طول ما النار بيكون هاديه وكويسه بيبقى الاكل جاي ياخد سوا احسن واحسن واحسن، احسن ما يكون معلي خالص هيتحرق، ليه ما بيبقاش حلو. وحضراتكم بقى لما يجي يستوي هفرجكم بقى ايه التسويه ازاي ان شاء الله. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه دلوقتي؟ الشيف ابو حازم عامل الرز المعمر. دلوقتي هنعمل البطه اهي، الميه غليت اهي، اروح مسقطين البطه كده اهو. بصي يا الاء، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. ادينا نقعد نسقط البطه كده اهو. احنا عندنا عزومه، هنعمل ايه؟ هنعمل بطتين عشان ابو حازم، وفي ناس يعني جايه لنا على العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ادينا اهو بنسقط البطه. ادينا بنسقط البطه، ثانيه واحده ونسويها كده اهو. دلوقتي عملنا اهو الرز المعمر. ابو حازم الشيف ابو حازم عمل الرز المعمر اهو، ادي استوى اهو ما شاء الله، الله اكبر اهو. وادي البطتين عملناهم اهو وعملنا صينيه كوسه. عملناها ازاي؟ حطينا كيلو كوسه على كيلو قوطه، وبعد كده حطينا بصله وبعد كده حطينا فوقها القوطه اهي، وحط حبه زيت او حته سمنه او ايه واحده مرق الدجاج، وحطيناها في الفرن وبقت بالشكل ده. وكده كده كده على بعد كده الف وصحه على بدنك يا ابو حازم. يلا يا الاء نمشي. انا امس. يلا نمشي. ماشي، هاجي. هتيجي معايا؟ الشيف ابو حازم